السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين الكرام، مرحبا بكم معايا في القناة وفيديو جديد. كيف ما شفنا في بداية الفيديو، فهذه هي الضحية أحمد راعي الغنم، اللي توجد مؤخرا مشنوق في ظروف غامضة في واحدة من أبشع القصص اللي هزت الرأي العام المغربي. عثر صباح الأسبوع الماضي على راعي غنم شاب اللي كان مشنوق في ظروف غامضة بإحدى المناطق الجبلية القروية، والضحية كان معروف بالطيبوبة والتواضع ديالو. كان كيعيش حياة بسيطة وسط المشية والطبيعة، وما عندوش حتى شي عداوات تذكر على حسب تصريح الأم ديالو. الجريمة أو الحادثة مازال كيكتنف الغموض، واش هي واقعة انتحار أم جريمة مدبرة؟ والسلطات فتحت التحقيق في الحين، بينما عاشت الأسرة ديالو صدمة كبيرة، خصوصا الأم اللي ما تمالكتش نفسها ودخلت في نوبة بكاء هستيرية وهي في إحدى اللحظات أو لا في إحدى اللقاءات الصحفية. عدسات الكاميرا كيف ما شفنا وتقات لحظات بكاء الأم اللي اختلطت دموعها بحرقة الأمومة وكتطالب بالعدالة وكشف الحقيقة في مشهد أبكى جميع المغاربة. وكيف ما شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انتشر هاشتاغ العدالة لراعي الغنم أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون.